بيلعبوا بالفلوس لعب، وعندهم قصور وعربيات ومجوهرات ما تتعدش. بس تخيلوا انهم بنوا نفسهم بنفسهم، وقدروا يوصلوا للي هم فيه ده بمجهودهم وبس. يعني ما اتولدوش وفي بقهم معلقة دهب. بس ازاي قدروا يوصلوا للي هم فيه، وجمعوا ثروتهم منين، وبيشتغلوا في ايه بالظبط؟ خليكم معايا وانتوا تعرفوا حكاية كل شاب منهم. لو فاكر انك علشان تبقى مليونير او ملياردير محتاج سنين وسنين، تبقى غلطان. دلوقتي في اكتر من شاب في مصر قدروا يدخلوا نادي المليارات والمليونيرات وهم لسه شباب. منهم مصمم الازياء اسلام سعد، وده شاب اتولد في اسره بسيطه من بني سويف، وكان من البدايه عايز يعتمد على نفسه وبيحاول ياكلها بالحلال. اسلام حسب موقع مصراوي جرب يشتغل في شغلانات كتير، وده علشان يلاقي نفسه، لحد ما اكتشف انه عنده موهبه الازياء وانه شاطر جدا في الموضه. وهنا بدا يصمم ويرسم ويجرب على نفسه وعلى اصحابه، لحد ما بقى عنده اسلوب خاص بيميزه عن غيره. المفاجاه ان النهارده اسلام من اشهر مصممي الازياء الشباب في مصر والوطن العربي، وكمان بقى معروف باسلوبه المميز في الملابس والموضه، وبيلبس اشهر الفنانين ولاعيبه الكوره ورجال الاعمال. اما مصطفى قنديل حسب موقع بيزنس تراك، مصطفى كان شايف ان المواصلات في مصر محتاجه تغيير جذري، وده بقى اللي خلاه هو واصحابه يفكروا يعملوا فكره تطبيق للمواصلات في مصر. والغريب انه في شهر واحد بس عملوا سويفل والتطبيق اشتغل، وفي اول سنه الشركه جمعت 9 مليون دولار، وقدرت كمان انها توسع عملها لدبي وبقيه الدول العربيه. وده كله خلى مصطفى واصحابه يبقوا من اشهر رواد الاعمال الشباب في مصر. وبعدها نروح للشاب مؤمن عادل، صاحب اشهر سلسله محلات اكل في مصر وهي سلسله بلبن. مؤمن كان كل حلمه انه يدرس طب بشري، ولكن ظروفه ومجموعه خلوه يدرسه طب بيطري، وده خلاه يدور في مجال تاني يبدا في حياته. وفعلا قرر يفتح محل صغير متر في متر في اسكندريه سنه 2017. والمفاجاه ان المحل ده كان وش السعد عليه، وده لانه كبر وبقى اشهر محل في اسكندريه، ومع الوقت فتح فروع في القاهره، وصل لعدد الفروع ل 120 فرع في الوطن العربي، وحرفيا مصر كلها بتاكل من عنده دلوقتي. كمان احمد الباز صاحب اشهر سلسله مطاعم الكبابجي، واللي بدا مشواره من بيع الحلويات لزمايله في المدرسه، وبعدها اشتغل في تجاره السيارات، ودلوقتي صاحب اشهر سلسله مطاعم في مصر. الباز قال في تصريحاته لليوم السابع انه فتح مطعم صغير اسمه السرايا وفشل، لكنه ما استسلمش وبدا يطور في المكان وغير اسمه للكبابجي. ومع الوقت بدا اسم الكبابجي نجمه بقى في السماء، وانتشرت كل فروعه في الغربيه، وفتح فروع جديده في طنطا وبعدها في القاهره. السر في كل النجاح ده هو 100 جنيه طلعها صدقه لربنا، ومن وقتها مش ملاحق على الطلبات، وربنا وسع رزقه ووصلت فروعه للساحل الشمالي والسعوديه والامارات. اخر واحد معانا هو محمود البدري، صاحب اسطول ضخم من السيارات الفارهه والنادره، واللي اثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وده لانه حرفيا عنده اسطول عربيات مش موجود منها في العالم كله. بيضم سيارات لامبورجيني وكورفيت وبورش وماكلارين، وكلها بملايين حرفيا. محمود حسب موقع مصراوي بيقدم خدمات التأجير سواء لفترات قصيرة أو للسفر داخل المملكة أو لأي دولة تانية، وبيحقق شهريا حوالي 5 مليون ريال سعودي من تأجير السيارات. ودلوقتي قول لنا مين أكتر واحد فيهم عجبك وليه؟